السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى فيديو جديد، وصفة جديدة هتعجبكم جدا، تنفعكم قوي في العزومات، واسهل حاجة ممكن تعمليها. هي ما خدتش مني وقت عشان طبعا كنت مظبطة حاجات من قبلها. هعمل صينية كده مشويات، وبصوا كنت هعمل صدور فراخ مشوية بس ما حبيتش. تمام، ومعايا ممبار بقى انا كنت منضفاه كده وشايلاه في التلاجة. هنا هنعمل التتبيلة بتاعه اللحمه، اللي انا عندي لحمه شرايح وريتها لكم طبعا في اول الفيديو اهي. ومعايا بصل، دي الكبه. هبرشهم بس كده، مش هخليهم سايله كده، عصير طماطم كده سايل، لا. تمام. حابه تحطي فلفل معاها حطي. تمام، انا حطيت بصلايه صغيره عشان انا معايا نص كيلو لحمه، يعني مش محتاج بصل كتير. تمام، وواحده طماطم زي ما انتم شايفين كده اهو. انا عايزه يعني التتبيله تبقى كده. بصوا هي زي متقطعه، مش سايله. تمام، طبعا حطيت فلفل اسود وملح، وهحط عسل نحل. تمام، انتي مش حابه ما تحطيش، ممكن تحطي، ما عندكيش عسل نحل ممكن تحطي سكر عادي. بس اللحمه المشويه هي التتبيله دي بس بتديها طعم، وعامه اللحمه ما بتحتاجش بهارات كتير زي الفراخ. تمام. بس يكفي بس ملح وفلفل اسود بس. وطبعا لو عندك فلفل حامي ممكن تحطي، فلفل بارد ممكن تحطي. انا مش بحبها بالفلفل فعملتها طماطم بس كده وبصل. تمام. بصوا اللحمه شرايح كده زي ما انتم ما شايفين. آه الشرايح دي بتبقى ناعمة، ما بتاخدش سوا كتير على النار، وما بتاخدش وقت في، يعني في السوا بتبقى سواها يعني بسرعة، ما بتاخدش وقت. تمام. بس هتبلها بقى كده. طبعا ممكن تتبليها من بالليل وتحطيها في التلاجة، تغطيها بكيس او اي حاجة عندك، او ورق استرتش، وتحطيها في التلاجة. هتبقى حلوة جدا. حابة ما عندكيش وقت ممكن تعمليها ساعة ساعة، ساعتين ولا حاجة، يعني كل ما تقعد في التتبيلة تبقى احسن. تمام، انا هنا تبلتها خلاص اهو. هحطها بقى في التلاجة، هغطيها بكيس كده استرتش. تمام، هدخلها بقى التلاجة، وهعمل تتبيلة اللحمة المفرومة. انا كان معايا ربع لحمة مفرومة، ربع عادي خالص. تمام، حطيت واحد فلفل حار. تمام، وحطيت بصلتين وسط، صغيرين، يعني مش بصلتين كبار. تمام، هنا بقى كنت بصفي مية البصل منها عشان انا هحطها على اللحمة المفرومة. وطبعا قطعت بقدونس، وهحط بقى البهارات، ملح وفلفل اسود فقط لا غير. وهحط اهو فلفل اسود، وهحط شوية بقسماط، دي بصل بودر وتوم بودر. تمام، بيدوا ريحة وطعم حلو قوي. وهحط هنا سوري، بيكنج باودر، او لو ما عندكيش بيكنج باودر ممكن كربوناتو، بيخليها هشة كده، ومن جوه مستوية وهشة. فاهمين ازاي؟ بتبقى زي بتاعه المشويات اللي بتجيبيها من بره. وهنا حطيت معلقتين بقسماط كبار. ما عندكيش ما فيش مشكله. طبعا تبلتها في بعض بقى كده، وهسيبها في التلاجة تتشمع شويه، وهعمل الممبار. تمام، خلطه الممبار عاديه خالص. بصل انا بعمله ني في ني، مش بعمله مسبك. تمام، ودي عندي صلصه، مش صلصه، دي طماطم، يعني طماطم كده، دي طماطم عادية بس مش صلصة. تمام، دي جاهزة. بس طبعا بصل وخضرة محشي وفلفل اسود وملح، كمون، شوية كمون صغيرين عندك، ممكن تحطي بابريكا، ممكن تحطي كزبرة ناشفة برضو. تمام، بس انا حطيت شوية كمون بس صغيرين، وحطيت شوية كزبرة ناشفة وملح وفلفل اسود بس. تمام اهو، دي كزبره ناشفه. بصوا انا ما بحطش كميه بهارات كتير، يعني عشان خاطر ما تضيعش الطعم، وتحسي انتي بتاكلي بهارات بس.
فبالتالي بحط يعني حتى يعني كل حاجة يعني ما تبقى معتدلة تبقى احسن. تمام. حطيت برضو بابريكا. تمام. سوري، شطة، دي شطة حامية. تمام. والملح بقى ظبطي ملحك كده وخلاص. تمام. هنزل بقى هقلبهم كلهم كده في بعض وهنزل بقى بالصلصة عليهم. حابة طماطم تعملي طماطم براحتك خالص. تمام. انا هنزل بقى بكمية الصلصة اللي عندي. تمام. بس كده وهقلبها، وهي نفس طعم الطماطم بالظبط، هي مش صلصة، هي طماطم، ودي بتبقى جاهزة كده. تمام. هنا بقى الممبار انا غسلاه كويس جدا ونقعاه وشايلاه في التلاجة. بصوا انا بحشيه، بس طبعا عشان انا بصور مش عارفة اوريكم انا بحشيه ازاي. يعني انا ببقى ماسكاه كده وبعمله بايدي الاتنين، وحطيت كمان شوية زيت. تمام اهو. بصوا ما تحشوش قوي خالص، يعني ما تحشوش على الاخر عشان ما يفرقعش منك في المي في الشوربه او في الحله ويبوظ كله. فاهمه؟ بتبقى بتعملي حله رز مش بتعملي ممبار. تمام. هكمل بقى بقيه الكميه اهو. بصوا خلصت الكميه اللي كانت معايا، وفضل معايا ممبار تاني، بس طبعا انا عملت الكميه خلاص دي. الاكل ده بنات يعني فضل قعد معانا يومين، كلنا فيه يومين وكان طعمه حلو جدا. طبعا هنا حطيت بقى المية على النار بتاعة الممبار، وحطيت نكهيها بقى بأي حاجة انتي حباها. حطيت ورق لوري وحبهان. تمام. دي مية البصل، حطيت عليها معلقة صلصة، وحطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود. تمام اهو، عشان خاطر لما اجي اعمل الكفتة اخد منها واصبع الكفتة. تمام. اي حاجة بقى عندك. انا كان عندي شفاطات اللي هي الشاليمو دي جديدة، فانا اتصرفت يعني فعملت بيها بقى. باخد من الخلطة كده، وطبعا تحطي عليها شوية زيت. انا حطيت عليها شوية زيت وعشان خاطر ما تمسكش على الشفاطة، يعني تطلع معاكي بسهولة. تمام. طبعا تعمليها بقى بالحجم اللي انت حباها بس انا لازم تبقى مفرغة من النص كده عشان خاطر تبقى هشة معاكي. اول واحده طبعا ما كنتش حاطه زيت لسه في البتاع نفسها، بس كانت يعني ايه كويسه لحد ما. انا يعني سبتها وكملت بقى، عملت حاجه غيرها تانية، واحده تانية يعني. بس هنا الميه غليت، هنزل بقى بالممبار. لازم الميه تغلي، واول ما تنزلي هو هيقفل لوحده، هيضم كده على بعضه لوحده. تمام اهو. عايزه اقول لكم كان طعمه تحفه، يعني طعمه كان مختلف تماما عن الطماطم اللي انت بتضربيها في الخلاط والكلام ده كله. حاطه كل حاجه كمان كانت بسيطه، انا ما كنتش حاطه يعني الكميه دي مش كتيره قوي، بس احنا طبعا عشان عددنا صغير مش كبير، يعني انا وزوجي بس والولاد. فطبعا الولاد صغيرين يعني اكلتهم بتبقى بسيطه، يعني حتى مش بياكلوا كميات كبيره، وخصوصا ولادي يعني. بس فهنا بقى حطيته في الحله، حطيت الكميه كلها. تمام. وطبعا بقى ايه، حطيت شويه ملح، دقت طبعا الشوربه لو محتاجه شويه ملح، حطيت ملح وظبطت الدنيا كلها. وهسيبها بقى تغلي يستوي يعني بقى الممبار كده. خلاص خلصنا منه. بس كده. حابه تعملي ممبار جنب المشويات براحتك، مش حابه ممكن تعملي رز اصفر او رز بالخضار وتفرشيه كده في الصينيه. هنا خلصت كميه الكفته كلها. ده ربع كيلو، عمل كميه حلوه يا بنات والله. ده طبق كبير على فكره. و وهي كانت يعني نفشت كده في الطاسه وانا بشويها، يعني كانت حلوه قوي. هنا بقى الممبار بيغلي اهو، هسيبه كده بس هعري النار شويه عليه وهسيبه. هنا بقى الشوايه نزلت بقى بالفضل اللي فضل معايا بقى من التتبيله اللي انا كنت بصبع بيها الكفته، ميه البصل وكده. هنزل بقى طبعا باللحمه، حطيتها على الطاسه كده عشان اشوفها سخنت. طبعا هي فيها زيت.
تمام، عشان تديني ريحة الشوي. وهقلي طبعا شوية بطاطس كده جنبها عشان كمان الولاد. بس المهم اهو زي ما انتم شايفين كده قلبتها بقى على الوش التاني. طبعا هي ما بتاخدش اي سوا، بس يا دوبك. وكمان الحاجة لما بتستوي زيادة عن اللازم، خصوصا اللحمة، بتبقى طعمها مش حلو، بتفقد كل السوائل اللي فيها كده، بتبقى ناشفة. فبصوا هي بتنزل سوائل ازاي، وتحطيها على حاجة سخنة، يعني لازم الشواية تكون سخنة جدا. هنا بقى هعمل شوية طحينة طبعا عادية. هنا حطيت شوية خل، وحطيت سوري ليمون، وحطيت توم، وحطيت بابريكا، وحطيت الطحينة. تمام، وضربتها، وملح وكمون، وضربتها بقى كده وايه. تمام. هنا بقى عندي صينية كبيرة، وعندي العيش اللي هو بتاع الشاورما ده. تمام. حطيته كده، فرشته، وهنزل بشوية خضرة بقى كده عشان التقديم. على تكوني مقطعاهم كده بشكل عشوائي عادي خالص. تمام. بس كده. طبعا ما عندك مش عايزه تاكلي بالعيش، ممكن انا عشان انا عامله رز في الممبار، فانا مش محتاجه اعمل رز، فاهمين قصدي. بس فطبعا بقى هنا اللحمه اهي كانت اتشوت خلاص اهي. هطلعها بقى في طبق خارجي. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده. ممكن تعملي بقى رز بالخضار او رز بالبصل اصفر، بيبقى طعمه حلو، وانا عملته معاكم قبل كده كتير. تمام. بالكركم ده. بس المهم بقى احنا حبينا يكون جنبها يعني ايه ممبار وكده. وطبعا لو كان عندي كوسه كنت عملت كوسه، بدنجان كنت عملت. الحاجات دي بتبقى في صينيه كده، تبقى شكلها حلو، بتبقى طعمها حلو جنب المشويات. وبعدين بره لما بتشتري من بره، بتبقى طبعا الحاجه مولعه نار وغاليه جدا، ومش بنفس يعني مش بنفس جوده البيت، فاهمين. بصوا الكفته بقت عامله ازاي، عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا جدا. تمام. هنا بقى بطلع الممبار، كان استوى، واطلعه بقى كده من الميه على الزيت السخن. وهكمل بقى وهطلع بقى باقي الكميه في مصفى كده. تمام. وهكمل بقى ايه باقي الشوي. بصوا الكفته اهي هقدمها بقى كده. انا برص الكفته في الطبق اللي انا هقدم فيه. ممكن لو عندك ضيوف ممكن تعملي مثلا كمية، يعني لو عندك ضيوف كتير ممكن تعملي كمية كبيرة، تقسميها على 4-5 صواني مثلا لو عندك زي دي، وكل واحد الطبق بتاعه يطلع فيه اللي هو عايزه. وطبعا جنبه بقى ممكن تعملي سلطة خضراء، تعملي سلطة طحينة، الحاجات دي كلها بتبقى حلوة. وعيش، او ممكن لو مش اللي عندك مثلا ما بيحبش الممبار او ما بيحبش المحاشي او الكلام ده، ممكن تعملي رز، ممكن تعملي مكرونة، ممكن تعملي اي حاجة. بس عايزة اقول لكم كان طعمها، يعني انا جوزي لما يعني انا عملت الاكل وقال لي يعني جايبها له كده متغلفة، فقال لي يعني انبسط بيها جدا على فكرة. وبعدين من بره طبعا لما بنيجي نشتري مشويات مشكله، ما بتبقاش بالكميه دي كبيره زي دي كده، وبتبقى اغلى من تكلفه البيت. يعني انا معايا ربع لحمه ونص لحمه، وربع لحمه مفرومه، ونص لحمه بلدي. وطبعا الممبار هنقوله نص كيلو كمان، لان انا عندي ولادي يعني بيحبوه مسلوق وكده، فانا عملت نصه مسلوق ونصه حمرته كده في الزيت زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا. وطبعا شوربة الممبار شايفينها حلوة ازاي، وطبعا الطحينة طبعا، وبالعيش بقى كده. وعايزه اقول لكم كان طعمه حلو جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب. باي.